في لحظه معينه كده مش بتتكرر كتير ولا بتتنسي، اللحظه اللي فيها الزمن بيقف والحلبه بتسكت والجمهور كله بيحبس انفاسه، اللحظه اللي بنعرف فيها ان احنا قدام مشهد عمره سنين طويله قوي، لان ببساطه كده ده مش بيكون نهايه ماتش عادي او نهايه عداوه، حتى دي نهايه مسيره، نهايه اسطوره. مصارع واقف في النص وظهره للكاميرا ودموعه بتلمع في عينيه وبيودع الحلبه كده لاخر مره. في اللحظه دي مفيش حاجه اسمها القاب ولا انتصارات ولا اي حاجه، في بس تاريخ بيقفل صفحته الاخيره. وفي الفيديو ده هنعيش مع بعض كده ونحكي عن اقوى 10 ماتشات اعتزال حصلت في تاريخ المصارعه، ماتشات دمرتنا نفسيا ووجعت قلوبنا بجد. بس كده قبل ما نخش على الفيديو لازم اشكركم بجد على دعمكم الكبير جدا ده، وبجد تسلموا جدا جدا. انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، انتوا كده جوه قلبي. فبس عايزين المشاهد يلا بقى على اقوى 10 ماتشات اعتزال في تاريخ المصارعه. ملحوظه مهمه جدا قبل ما ابدا، القائمه دي كلها كده بالنسبه لي انا وبترتيبي انا، يعني ممكن تختلف معايا عادي جدا وده رايك انت وبحترمه يا عزيزي المشاهد. فاتمنى تكون الرساله وصلت. ويلا بقى كده على المركز العاشر. في المركز العاشر معانا ماتش كاكتوس جاك ضد تريبل اتش في نوي اوت سنه 2000. الماتش ده المفروض ان هو كان ماتش اعتزال كاكتوس جاك، وهقول لك ازاي، بس هو طبعا ما حصلش في الاخر. في بدايه سنه 2000 كده كان في تحول ضخم جدا في شخصيه تريبل اتش، اللي هو خلاص رسميا بقى واجهه الشركه، ما فيش اكتر من كده، انت عايز ايه؟ بس كان لازم يثبت ان هو طبعا ذا جيم وان ما حدش قادر عليه. وهنا بقى دخل معاه على الخط ميك فولي واللي كان وقتها بشخصيه مانكايند. مانكايند حاول يقف قدام تريبل اتش كتير جدا بس ما عرفش، دايما كان بيتهان وبيتدغدغ وبيتدمر من تريبل اتش. فطلع له كده مانكايند وقال له بص يا ابني انا مش جاي معاك سكه صح؟ طب انا بقى هجيب لك كاكتوس جاك. كاكتوس جاك دي كانت اخطر شخصيه عملها بيك فولي في مسيرته كلها، اتولدت اصلا في الاي سي دبليو والدبليو سي دبليو وما عرفتش غير العنف بس. وبالفعل اتقابلوا كده في ماتش ستريت فايت في عرض الرويال رامبل، بس كان متوقع تريبل اتش بيكسب عادي جدا، او مش كان متوقع يعني بصراحه، بس هو تريبل اتش وقتها كان جامد قوي. وطبعا بيك فولي مش بيستسلم، فبيتحدى كده في ماتش تاني في عرض نوي اوت سنه 2000، بس الماتش ده كان مشروط، لو تريبل اتش كسب خلاص بيك فولي يعتزل. يعني بالفعل الماتش كان ماتش اعتزال مش هزار، وبالفعل اتلعب الماتش وكان ماتش من نوع حله لا سله وكان تاريخي، ماتش عظيم من الاخر. يا جدع ده تريبل اتش رماه واحده من فوق القفص خرم الحلبه ببيك فولي، يعني انت متخيل نزل في الحلبه يا لهوي ايه ده يا جدعان؟ ده ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي مستحيل تشوفها دلوقتي، لو عملت ايه مستحيل تشوفها. وفي الاخر تريبل اتش بيخلصها بالبيدجري وبيكسب عادي جدا على بيك فولي او كاكتوس جاك. وطبعا كده المفروض ان هو يعتزل، بس لا ما اعتزلش ورجع بعدها ولعبه في ريسل مانيا كمان، فهو ما كانش اعتزال رسمي، بس الماتش نفسه كان من نوع ماتش اعتزال. وعشان كده ومعانا في القائمه النهارده، وعشان كده هو رقم 10، عشان لو كان بيك فولي بجد اعتزل حقيقي في الماتش ده كان ممكن احط لك اصلا رقم 1 من كتر ما هو كان جامد كاداء، فانا حطيته رقم 10 عشان هو ما اعتزلش اعتزال كامل بعدها وبس. ويلا بقى كده على المركز التاسع. في المركز التاسع ماتش انطونيو سيزارو وويليام ريجل في الالكس تي 2013. ويليام ريجل ده بص يا معلم نجم مش عادي، مصارع تكنيكال من اللي قلبك يحبه قوي. الراجل ده بجد كان العقل المدبر للنوع ده من الماتشات، اللي هو اي حد بيلعب تكنيكال لازم يعدي كده على ويليام ريجل الاول، وكان دايما طبعا بيلعب دور الهيل والمكروه وكل ده. بس في اخر ايامه كده كان المدير العام كده المحبوب كمان لعرض اليكس تي، هو وقتها طبعا ما كانش بيلعب كتير، اللي هو فين وفين لما بيلعب ماتش بسرعه، بس بقى حط عينه كده على نجم جديد. النجم ده طبعا هو انطونيو سيزارو، اللي برضه مصارع تكنيكال من العيار بص التقيل قوي، مصارع ممتاز. انطونيو سيزارو بجد وقتها كان رايق قوي قوي، وقال لك من الاخر كده انه عايز يقاتل راجل محترم، عايز يقاتل اسطوره، عايز يقاتل ويليام ريجل. ما تقدرش تقول ان كان في سبب درام قوي او عداوه كبيره، مفيش الكلام ده، هو بس ماتش كده قايم على الاحترام الكبير والمتبادل بينهم. الماتش ده اتعرض يوم الكريسماس هناك اللي هو يوم 25/12 سنه 2013، والجمهور كله وقتها كان عارف كده ان ده اخر ماتش لويليام ريجل. والاتنين لعبوا الماتش، والماتش برده كان كويس جدا جدا، كان فيه حركات تكنيكال كتير جدا في الماتش، وده كويس طبعا بالنسبه لسن ويليام ريجل، هو لسه كده عنده الخبره بس جسمه ما عندوش المرونه الكافيه لكده. بس رغم كده قدموا لنا ماتش جامد جدا، وانتهى في الاخر بفوز انطونيو سيزارو على ويليام ريجل. وسيزارو اخد دفعه فعلا قويه جدا من اللي يعتبر قدوته ويليام ريجل. اللي بيخلي الماتش ده فعلا جامد هو بساطته، ماتش بسيط كده ما فيهوش الترويج ولا البهرجه اللي بتحصل، وفي الاخر الماتش نفسه بيطلع وحش. الماتش كان في السمبله، كان كويس، اللي هو تشوف كده تتمتع، وبرده اعتزال اسطوره، فكان لازم بصراحه يكون موجود معانا. ويلا بقى كده على المركز الثامن. في المركز الثامن ماتش شيماس وايدج في سنه 2023. قبل ما تتكلم انا عارف ان ده مش ماتش اعتزال رسمي لايدج خالص، انا عارف كده، بس ده ماتش اعتزاله من الدبليو دبليو اي تماما. في الاسبوع اللي قبل العرض اللي اتلعب فيه الماتش شيماس طلع كده وقال لك وحكى لك حاجات كتيره جدا عنه، وده طبعا كان
بمناسبه مرور 25 سنه على وجوده في الشركه. حاجه بجد حاجات كتيره جدا عنه وعن سبب عودته للشركه اساسا، وقال لك ان الشخص الوحيد اللي كان واقف في ظهره عشان يرجع كان شيماس. شكر شيماس جدا جدا واتكلم معاه كتير قوي، وكان ملخص كلامه انه عايز يلعب مع ماتش في عرض سماك داون. وبيني وبينك برضه كلنا كنا حاسين ان ايدج هيعتزل خلاص، ده اعتزال ايدج رسمي للي باين من ملامحه وطريقه كلامه وكمان المناسبه اللي هو فيها ان هو هيعتزل. وبالفعل بيجي الماتش والاتنين بيلعبوا لنا ماتش جامد قوي قوي قوي، ماتش كلنا استمتعنا بيه بصراحه، وحسينا كده انه عايز يقول لنا حاجه، عايز يقول لنا ان هو لسه بيعرف يأدي ولسه بيعرف يلعب ماتشات جامده جدا، والماتش ده هو ماتش اعتزاله. هتقولي بس هو ما اعتزلش، هقول لك ده ماتش اعتزاله من الدبليو دبليو اي، لان من بعدها خلاص ودع الجماهير والناس اصلا فكرت ان هو اعتزل، لكن هو ما اعتزلش وظهر في الاي اي دبليو وبقى بيلعب هناك باسمهم وسابه خلاص من الدبليو دبليو اي. وعايز اقول لك ان ده فعلا اخر ماتش ليه هناك، لان هو اصلا هو بيخلص وبيفنش في الاي دبليو، هو بقى له هناك كده بتاع سنتين وبرضه ما شفناش الحاجه العظيمه قوي، يعني ما عملش حاجه عظيمه او حاجه جباره جدا، هو عمل ماتشات كويسه بس ما عملش الانجاز الكبير في مسيرته. فانا حطيت الماتش ده بصراحه عشان ده فعلا الماتش الاعتزالي الايدج في الدبليو دبليو اي، مفيش ماتشات تانيه ومش هيلعب ماتشات تانيه، اللي بقى حصلت المعجزه بقى ورجع لك بعد كده، ودي حاجه احنا عارفين انها معجزه. فانا بصراحه كنت شايف ان هو لازم يكون موجود معانا في القايمه وبس عايز المشاهد. ويلا بقى كده على المركز السابع. في المركز السابع ماتش ستون كولد ستيف اوستن وكيفن اوينز في ريسل مانيا 38. ستيف اوستن دايما كان واضح من بعد اصابته الخطيره جدا اللي حصلت في الرقبه وخلاص اعتذر رسمي بعدها وقال لك يا عم انا مش هرجع تاني، واعتزاله الرسمي كان في سنه 2003 وقال لك بعدها انا مش راجع تاني ولو عملت ايه مش هرجع، وما بيظهر كده زور خفاف اللي هو يرجع يعمل فقراته بس، لكن يرجع يلعب مصارعه انساها. بس ريسل مانيا 38 بقى كان ليها حاجه غريبه جدا، لان اصلا العرض اتعمل في تكساس بلد طبعا ستون كولد ستيف اوستن، وعشان نحيي العرض ده او نعمل اي حاجه تخلي الناس تتحمس للعرض ده لازم ندخل حد من تكساس، وما فيش احسن طبعا من ستون كولد ستيف اوستن. وهنا دخل كيفن اوينز على الخط بقى قبل ريسل مانيا وفضل يغلط ويشتم كتير جدا في ستيف اوستن، قعد يشتم في اوستن ويشتم في الولايه ويقول لك بتوع تكساس دول علم ولاد مش عارف ايه وما بيعرفوش يعملوا حاجه، بص كلام من ده بقى. طب ليه يا ابني كل ده؟ والله ما اعرفش، والله انا عايز اخصم مع تكساس معلش. والناس برضو بدات تشك بصراحه انها مجرد برمهات وخلاص، اصل مستحيل ستيف اوستن هيلعب ماتش مثلا، او حتى لو رجع هيرجع كده فقره يعمل ستاندر وخلاص، وتحدد فقره كده هتحصل في ريسل مانيا 38 بين ستيف اوستن وكيفن اوينز. وبالفعل ستيف اوستن ظهر وعمل فقرته مع كيفن اوينز، بس الدنيا ما بتمشيش سلمي خالص، كيفن اوينز بيعفرت ستيف اوستن كده، فستيف اوستن يلا حبيبي تعالى نلعب ماتش دلوقتي. ستيف اوستن رجع للمصارعه بعد اكتر من 19 سنه من الاعتزال، انت متخيل انا بقول لك ايه 19 سنه؟ اللي احنا بنشوفه ده معجزه، ده معجزه بجد، محدش توقع اصلا ان ستيف اوستن هيعمل اي حاجه، لكن ستيف اوستن فاجئنا كلنا وعمل حركات كتيره جدا في الماتش، خاصه ان هو سنه كبير، الراجل معتزل يا جدعان، حاجات مستحيل كنا نصدق ان ممكن ستيف اوستن يعملها في الفتره دي، خصوصا ان كيفن اوينز اصلا تقيل في الوزن، فده شاله ازاي؟ والفضل كله يرجع بصراحه لكيفن اوينز. هتقول ازاي؟ انا هقول لك عشان السلنج اللي عمله بجد لستيف اوستن، السلنج بصراحه بتاعه كان رائع جدا جدا، وكان بيوريك ان ستيف اوستن لسه قادر يلعب، وده رغم ان اصلا ستيف اوستن بيمشي بالعافيه. وفي الاخر الماتش بيخلص بفوز ستيف اوستن على كيفن اوينز. واحد حاجه يقول لي طب فين يا عم الاعتزال اصلا بكل ده؟ هقول لك ما ده اخر ماتش يلعبه ستيف اوستن اصلا، وهو بنفسه طلع بعد كده وقال لك انه صعب جدا او مستحيل يلعب ماتش تاني، وده بسبب العمليات اللي عملها في ركبته وخلع الركبه حاجات بالهبل، فده يعتبر الاعتزال التاني لستون كولد ستيف اوستن، وكان اعتزال بالنسبه لي بصراحه حلو جدا. وعايز اقول لك على حاجه برضو، انت نادر جدا اصلا لما تلاقي اعتزال مش اعتزال في فقره بس او اعتزال عادي، يكون اعتزال في الماتش والماتش ده يكون اسطوري، دي حاجه صعبه جدا، كانك بتدور كده على ابره في كوب قش، فكوني جبت لك اصلا 10 ماتشات فاحمد ربنا بقى، فاعمل لك ايه؟ هجيبهم لك منين عايز المشاهد؟ هجيبهم لك منين يعني؟ فبس كده ويلا بقى على المركز السادس. في المركز السادس ماتش التيمت وينر طبعا ضد راندي سافيج في ريسل مانيا 7. راندي سافيج وقتها ما كانش في احسن حالته بصراحه، كان اتحول لشخصيه هيل كده اسمها ماتشو كينج، وكان معاه الملكه شيري بدل طبعا اليزابيث، وبقى متكبر ومغرور وبيشتم الجماهير وبيقول ان هو اعظم من اي نجم تاني. وعلى الناحيه التانيه كان عندك التيمت وورير اللي كان لسه نجم جديد وشاب جديد كده في الشركه، اللي هو لسه بيمرح كده على قده او مش على قده بصراحه بس اهو، والاثنين دول دخلوا كده في عداوه مباشره مع بعض، الخير ضد الشر، وانت عارف طبعا الخير ضد الشر في الدبليو دبليو اي عامل ازاي، انت كده عارف. سافيج كان بيحاول بكل الطرق انه يخرب حياه وورير، بيعمل اي حاجه تضايقه، لدرجه ان هو ساعد سلوتر ياخد لقب الدبليو دبليو اي من التيمت وورير في عرض الرويال رامبل، والاثنين زي ما قلت لك دخلوا في عداوه طويله الامد مع بعض، وكل واحد عايز يخلص على التاني باي شكل من الاشكال، اللي هو سافيج عايز يخلص عليه وورير عايز يدمره، وده اكيد ودانا لايه بقى؟ تخيل كده ودانا لايه؟ قول لي انت سماك داون مثلا؟ لا طبعا ودانا لعرض ريسل مانيا 7. من اول دقيقه بصراحه في الماتش بتاعه وورير مش عايز يسيبه،
خلاص انا خدت خلاص حطيتك في دماغي. وعايز اقول لك على حاجه ان اصلا راندي سافيج هو اللي كان بيعمل سيلينج الالتيميت وورير. تخيل بقى يعني هو اصلا اللي مدي المساحه الالتيميت وورير رغم ان هو اصلا ماتش اعتزال راندي سافيج. هتقول ازاي يعني ماتش اعتزال؟ هقول لك انا جاي لك في الكلام اهو، انا جاي لك في الكلام يا عم، مستعجل ليه؟ الماتش ده اتقال لك عليه كده لو راندي سافيج خسر يعتزل. لكن الحاجه اللي خلت الكل يتجنن بجد هي الخمسه قلبه اللي عملها راندي سافيج على الالتيميت وورير، في الاخر الالتيميت وورير فك التثبيته. وعايز اقول لك ان القلب ده ما كانش عادي، ده يعتبر فينش اصلا راندي سافيج، فكانك فكيت 5 فينيشات ورا بعض، انت متخيل؟ وكمل الماتش على كده وفي الاخر انتهى الماتش بفوز التيميت وورير على راندي سافيج. لكن الحكايه ما خلصتش هنا بصراحه، لان بعد الماتش دخلت شيري اللي كانت معاه زي ما قلت لك يعني اللي كانت تبعه، دخلت معاه وقعدت تضرب فيه اللي هو يعني معلش انت خسرت كده وهنتنا وجبت راسنا الارض حطيت راسنا في الطين ما ينفعش كده. فدخلت مين بقى؟ تخيل كده، قول لي معاك انت، تخيل معايا يا عزيزي المشاهد، دخلت اليزابيث اللي هي مراته القديمه او صاحبته القديمه ايا كان يعني، دخلت ساعدته طبعا ووقفت معاه وحبيبي وحضن الشغل ده طبعا بالنسبه لها ما كانش مؤثر قوي، لكن بالنسبه لهم هناك طبعا كان حاجه كبيره قوي. فهي طبعا كانت لحظه عظيمه في المصارعه بمعنى الكلمه، لو انا مش هكدب عليك واقول لك انها مش قد كده، لا طبعا هي كانت لحظه عظيمه. لكن راندي سافيج ما وفاش بكلامه وما اعتزلش فعلا، رجع بعدها في فتره لعب عادي جدا ومفيش اي حاجه حصلت. هتقولي طب ما هو ما اعتزلش، هقول لك انا مالي، مش ده ماتش اعتزال يا باشا، مش ده ماتش اعتزال وماتش حلو، انا مالي ما يخصنيش بقى، وكان ممكن ياخد مركز اعلى من كده لولا بس ان هو فعلا ما اعتزلش اعتزال رسمي كده او اعتزال اساسي. فبس يا عزيزي المشاهد ويلا بقى كده على المركز الخامس. في المركز الخامس ماتش اندرتيكر وايجي ستايلز في سنه 2020. بعد سلسله ماتشات متواضعه بصراحه من اندرتيكر بعد كسر السلسله، الكل قال لك ان لازم اندرتيكر يعتزل. خلاص يا عم انت خلاص عملت كل اللي عليك واديت الرساله، خلاص بقى اعتزل يا عم، انت بتهين نفسك. وده راي اي حد بيحب اندرتيكر او بيحب المصارعه، اللي هو يا عم ارحم نفسك وارحم كرامتك واعتزل. وده خاصه بعد الماتش العره الزباله القذر المنتن اللي حصل بينه وبين جولدبرج في سوبر شيداون 2019. ماتش زباله وقذر ومعفن. بص يا عم الشوك سلام بتاعت اندرتيكر عامله ازاي، تخيل انت، بس الشركه قالت لك لا احنا عايزين نديله نهايه محترمه. لكن اندرتيكر بقى ما كانش اصلا حابب الماتش المحترم ده. خلي بالك ان اي مصارع نفسه يلعب ماتش يعتزله ده باحسن طريقه ممكنه، بس الفكره بقى هو هيقدر يعمل كده ولا لا؟ دي النقطه اللي بجد بتفرق بين مصارع ومصارع تاني، ان هو يفهمها بدري ويعتزل بدري وهو لسه قادر يأدي. لكن اندرتيكر طبعا ما عملش كده، دخل في عداوه مع ايجي ستايلز، وايجي ستايلز طبعا كان بيحاول ويقول له انت راجل عجوز، انا عمك، انا دلوقتي القدوه بتاعتك، انا الجامد، انا الجيل الحالي وكل ده. فالعداوه اشتغلت بصراحه وكانت عداوه كويسه جدا جدا العداوه، علشان الماتش بصراحه كان ماتش مختلف تماما. احنا بنتكلم في ماتش اصلا متحدد كده انه ماتش سينمائي. هتقول لي يعني هو وحش؟ يعني هقول لك هو مش وحش، بس ماتش سينمائي مش ماتش مصارعه زي ما احنا متخيلين. والشركه عملت لك كده لسببين، اولهم كده ان خلاص الكورونا جت ومفيش اصلا جمهور بيحضر، وثانيا عشان اندرتيكر ما يقدرش يلعب ماتش عظيم وهو اصلا بسنه ده وبجسمه ده، فقال لك احنا عايزين نعمل ماتش يطلعه بشكل حلو وخلاص ويكون ده ماتش اعتزاله. وكان متوقع بينتهي فوز الاندرتيكر على ايجي ستايلز ودفنه كده في التربه، خلاص اللي هو ايجي ستايلز عاملين له تربه كده وكتبنا عليه انه مات في سنه 2020، واللي بيرجع بيلعب في 2025 ده احنا ما نعرفوش. الماتش خلص ومحدش كان عارف ان ده ماتش اعتزال الاندرتيكر، محدش قال لغايه لما اندرتيكر قال في البرنامج بتاعه ذا لاست رايد ان ده ماتش اعتزاله مش هيرجع تاني ولا هيلعب تاني. الماتش ده بصراحه بالنسبه لي ما كانش افضل ماتش اعتزال طبعا، وفي ماتشات في القايمه اصلا اتكلمتك عليها احسن من ده بكتير، بس انا حطيته هنا عشان ده اندرتيكر مش اي حد. فالماتش نفسه حتى لو مش حلو هو نهالك مسيره اسطوره عدت اكتر من 30 سنه، وكل الماتشات اللي لسه هكلمك عنها كلهم اجمل من ده في الاداء والقصه او حتى لحظه الاعتزال نفسها. فهو ماتش بصراحه يزال ماتش كويس ويزال نهالنا فعلا مسيره محترمه جدا وهي مسيره الاندرتيكر. فبس ويلا بقى كده على المركز الرابع. في المركز الرابع ماتش اعتزال ستينج في سنه 2024. رحلتنا المره دي في الاي دبليو، وفي الاي دبليو وقتها اليانج باكس ما كانوا ساكتين، كانوا بص اللي هو احنا مدمرين اي حد، احنا عالم فجره، ما يهمناش حاجه. دمروا ضرب قلم كده وقالوا لك ان احنا مش بنحترم ستينج، وستينج ده خلاص الراجل راحت عليه وما خلاص هو ستينج ده راجل متوفي اصلا. وستينج وقتها هو وضرب قلم عملوا لك فريق كده وكمان اخدوا ارقام الفرق يلا، والفريقين دخلوا في عداوه مع بعض كبيره جدا، والعداوه دي كده ودتك لماتش اعتزال ستينج واللي اصلا متحدد خلاص، قال لك انه هيعتزل في عرض ريفولوشن. فبالفعل بيجي عرض ريفولوشن وبيلعبوا لنا الماتش اللي بجد كان تاريخي. الماتش ده يا جماعه ما كانش ماتش عادي، وضرب قلم بجد هو اللي خلى الماتش ده روح، لان هو عمل حته لقطه فجره، نط الفاجر من فوق السلم على الازاز، خلاص ظهره كده بقى في ذمه الله بقى خريطه. وستينج برضو ادى اداء نوعا ما كويس في الماتش بصراحه، بس بشكل عام الماتش بجد كان جامد جدا بسبب اليانج باكس وضرب قلم واللي كلهم كده عملوا اداء عالمي قوي، وكل ده تكريما لمسيره ستينج اللي استمرت 40 سنه. والماتش في الاخر بينتهي بنهايه غريبه جدا، فوز ستينج وضرب قلم واحتفاظوا بألقاب الفرق. هتقول ازاي ومش ده ماتش اعتزال؟ وهقول لك ما هو خلاص احتفظ باللقب وبعدها تنازل عنها.
كلها، اللي هو الاي دبليو مش عايزاه يخسر الالقاب اصلا، عايزاه يتنازل عنها بمزاجه. وده بصراحه بالنسبه لي تكريم ممتاز جدا جدا لمسيره ستينج. واحد بيلعب وهو عنده حاجه و60 سنه مصارعه، انت بتقول ايه؟ انت بتكلمني في ايه يا عم؟ كان الزمن واقف فيه من ساعه لما كان موجود في الدبليو سي دبليو، ده بجد اللي كان بيحصل. فكونه موجود في ماتش كبير زي ده ويكون ماتش اعتزاله بجد كده ترفع له القبعه. فبس عايزين المشاهد ويلا بقى كده على المركز الثالث. في المركز الثالث ماتش ستون كولد ستيف اوستن وذا روك في ريسل مانيا 19. من سنه 96 لغايه سنه 2001 ستيف اوستن كان ملك الدبليو دبليو بلا منازع، محدش فعلا كان قادر ينافسه. عداوته مع فينس ماكمان غيرت شكل المصارعه كلها، جمله اوستن 16 بقت اشهر جمله واشهر من شعار الدبليو دبليو نفسها. لكن ورا كل ده كان في اصابات كتيره جدا بتتكون في جسمه. في سنه 97 اتصاب اصابه مرعبه لما كان بيلعب ضد اوين هارت، اصابه كسر كامل في الرقبه، اصابه لو انت ما متش منها هتتشل، ولو ما اتشلتش منها مستحيل تلعب مصارعه تاني. تخيل ستيف اوستن عمل ايه؟ غاب شويه كده ورجع لعب مصارعه تاني. ومش بس كده، لا دي مسيرته اصلا اتبنت بعدها، وده رغم ان اصلا تقارير كل الدكاتره بتقول لك ان ستيف اوستن ما ينفعش يلعب مصارعه اساسا، ولو كملت ممكن تتشل. لكن برضه ستيف اوستن زي ما قلت لك ما كانش حاطط كل ده في دماغه، وفضل يعافر كتير جدا مع اصاباته لغايه لما جت سنه 2003 لما دخل في عداوته الاخيره مع ذا روك، العداوه الاخيره اللي هتوديك لاخر ماتش بينهم. وبالفعل جت ريسل مانيا 19 ولعبوا الماتش، وبالنسبه لي بصراحه كان ماتش كويس جدا رغم انه مش احسن ماتش لعبوه. اللي مخلي الماتش جامد هو انه بيلعب ضد اقوى خصم يلعب ضده في مسيرته، ومش بس كده في ماتش بجد الكل اصلا منتظره. ودي كانت المواجهه الثالثه بينهم في ريسل مانيا بعد ما ستيف اوستن علم على الروك مرتين قبل كده في ريسل مانيا. يعني ستيف اوستن دايما كان بيعلم على الروك الا في الماتش ده. وعايز اقول لك ان ما حدش اصلا كان عارف ان ده ماتش اعتزال ستيف اوستن غير كام واحد بس يتعدوا على الصوابع، لكن الجمهور ما كانش يعرف اي حاجه لغايه لما ستيف اوستن خسر وشافوا رياكشناته. ستيف اوستن كان بيحارب في الماتش ده عشان يعمل اي حاجه او يطلع اي اداء، بس نظراته كانت بتشرح كل حاجه. الراجل مش قادر يلعب، مش عارف يعمل احسن اداء عنده، عشان في الاخر بنشوف 3 روك بوتوم من ذا روك بتثبت ستيف اوستن تماما كده، وبيخسر لاول مره في ريسل مانيا ذا روك. خسر من ذا روك وذا روك اتحرق كده وقال له كلمتين في ودنه وسابه ومشي، وساب ستيف اوستن يودع الجمهور لاخر مره. وبالفعل اعتزل ستيف اوستن ودور بقى منحصر كده بس في فقرات على قد وخلاص. لحظه بصراحه اكيد ما كانتش سهله على اي حد بيحب المصارعه او اي حد بيحب ستيف اوستن بالذات، لان اصلا لولا ستيف اوستن ما كانش زمانك بتشوف المحتوى اللي انت بتشوفه دلوقتي او بتشوف المصارعه او بتشوف الدبليو دبليو اساسا. فالراجل ده صاحب فضل كبير جدا على الشركه فعلا، حتى لو انت شايف انها كانت دفعات اصلا من الشركه. ما هو لولا الدفعات دي اصلا ما كانتش زمان الشركه عاشت، فما كانتش بتجبي عليه يعني ولا حاجه، دي كانت بتنقذ نفسها. فكان ماتش اسطوري اكيد، وكان اعتزال بجد مشرف وكان جامد جدا. وستيف اوستن بجد من المصارعين اللي بيحترم نفسه وبيحترم تاريخه، وده عشان هو احترم نفسه واحترم مسيرته واحترم كلمته وما رجعش يلعب مصارعه تاني، ولما رجع لعب لك ماتش كويس، فكان يستحق المركز ده بدون نقاش. ويلا بقى كده على المركز الثاني. في المركز الثاني ماتش شون مايكلز وريك فلير في ريسل مانيا 24. في اواخر 2007 كده فينس ماكمان طلع لك كده وقال لك بص يا عم ريك فلير انت لازم تعتزل، معلش هي لو نوت دماغي انك لازم تعتزل دلوقتي خلاص. فعمل له تحدي، قال له بص انت اول ماتش هتخسره هو ده هيكون ماتش اعتزالك، هو ده اخر ماتش هتلعبه. وعلشان كده كان اي ماتش بيلعبه ريك فلير كنت بتحس بجد بضغط نفسي اللي ممكن ريك فلير يعتزل في اي وقت كده، اللي هو اي ماتش كده يخسره خلاص انتهت الحكايه. وهو بالفعل ريك فلير فضل يكسب 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 لغايه لما قال لك خلاص ما فضليش غيره بقى هو شون مايكلز. اتحدى مستر ريسل مانيا في ريسل مانيا قال له بص انا عايز العب ضدك. فطبعا شون مايكلز قال لك ايه ده هو عبيط ده ولا ايه يا عم؟ ما تشيلنيش همك يا عم، انا مش عايز اخليك تعتزل ابعد عني. لكن ريك فلير كان مصمم وقال له انت واحد عظيم وانا هكسبك ولازم اكسبك من الاخر، يا اما اخسر بشرف ضدك. فشون مايكلز قلبه حن وقال له خلاص يا عم على الله وتعالى يا عم في ريسل مانيا نشوف نصيبك ايه تعالى. والماتش فعلا اتلعب في عرض ريسل مانيا 24 وعينك ما تشوف الا النور. كل حركه كان بيعملها حتى لو صغيره بالنسبه للجمهور حركه كبيره، وده غير شون مايكلز اللي اصلا كان شايل الماتش ده كله على كتافه. الماتش فعلا كان حلو قوي قوي بصراحه، الماتش بجد انا استمتعت بيه، مش علشان الاداء بس، لا علشان القصه نفسها، القصه اللي بجد بتحكي لك حاجات انت اصلا لو ما حسيتهاش تبقى غلطان. الاتنين بجد قدموا لنا تحفه فنيه. وفي اللحظات الاخيره ريك فلير ما كانش قادر يقف اصلا وبيقول لشون مايكلز يلا خلصني، وشون مايكلز كان متردد بس قاله في الاخر اي ام سوري اي لاف يو واداله سويت شاب ميوزك. خلصت الحكايه، كسب شون مايكلز وانتهت حكايه ريك فلير للابد، اعتزل خلاص. ريك فلير كان واقف ودموعه مغرقاه والجمهور كله واقف بيسقف له، وكان في احساس حقيقي ان دي اخر مره هنشوف فيها ريك فلير. لكن للاسف ما كانتش اخر مره، وبوظ اعتزاله بايده، لانه للاسف سنه 2010 راح التي ايه وبوظ كل حاجه عملها. بس اعتزال اللحظه دي بجد لحظه عظيمه جدا في قلب كل واحد بيحب المصارعه. فبس عايزين المشاهد ويلا بقى كده على المركز الاول. في المركز الاول وبدون نقاش ماتش شون مايكلز والاندرتيكر في ريسل مانيا 26. في ريسل مانيا 25 الاثنين لعبوا لنا ماتش تاريخي من الاخر، ماتش غير مجرى التاريخ كله وخلى
خلى الناس اصلا تعيد نظرها للمصارعه وتقول لك ان ده افضل ماتش حصل في تاريخ المصارعه كلها. ماتش كسر الدنيا والناس كلها بجد اعتبروه فعلا ان هو الاعظم، وانتهى في الاخر بفوز الاندرتيكر واستمرار في السلسله ونهايه شون مايكلز وتدميره تماما. بس الخساره دي وجعت شون مايكلز من جوه قوي، وده مش لانه خسر، لا عشان هو كان قريب انه فعلا يكسر السلسله، وده لانه في بدايه سنه 2010 ما كانش حالل خلاص، لو انا جاي في دماغي ان انا لازم اكسر السلسله باي شكل من الاشكال، لدرجه انه لما وقع في الريل رامبل 2010 وما قدرش طبعا يكسبها عشان يلاعب اندرتيكر البطل في ريسل مانيا، قال لك بص انا هلفها واجيبها من ناحيه ثانيه، دخل في الليميشن تشامبر وخلى اندرتيكر يخسر بطوله العالم بتاعته عشان يفضلوا، وبالفعل اندرتيكر ما كانش موافق، بس وافق بشرط واحد بس، لو خسرت انا السلسله تتكسر، ولو خسرت انت مسيرتك تنتهي. وبدات القصه اللي بالنسبه لي بجد من اهم القصص اللي جت في تاريخ المصارعه كلها. الاثنين قدموا لنا عداوه تاريخيه، عداوه على المحك، لازم حد فيهم هيطلع خسران حاجه، وده كله ودانا يا عزيزي المشاهد لريسل مانيا 26. الاثنين قدموا لنا ماتش بالنسبه لي هو احسن ماتش في تاريخ المصارعه. هتقول ازاي يا عم انت بتقول كده؟ هقول لك هو كده بالنسبه لي انا. الماتش ده بالنسبه لي ما كانش جامد كاداء قد ما هو كان جامد كقصه وكان جامد كسيناريو، لان احنا كلنا عارفين ومتاكدين ان الماتش ده هيخلص بنهايه مؤثره، وفضل الابداع مكمل يا عزيزي المشاهد لغايه النهايه، لغايه لما شون مايكلز ما كانش قادر يقوم على رجله وضرب الاندرتيكر بالقلم على وشه، رغم ان هو عارف ان الاندرتيكر ممكن يسفلته حالا. وده اللي حصل بالفعل بعد تومبستون اسطوريه من الاندرتيكر بتاني مسيره اعظم مؤديه في تاريخ المصارعه. انتهت مسيره شون مايكلز في لحظه بجد تاريخيه. شون مايكلز اعتزل مش مجرد اعتزال عادي، ده اعتزال اسطوري والكل بيتمناه اساسا، الكل يتمنى يلعب ربع الماتش ده. شون مايكلز قدم لنا ماتش تاريخي عشان هو كان اذكى واحد، كان عارف ان ما بقالوش كتير في المصارعه، بس قال لك لا انا مش هكمل كده خلاص، انا انهي مسيرتي وانا لسه عارف ادي، وعشان كده الكل كان بيحترم شون مايكلز بجد، لغايه بقى اللي حصل بعد كده واحنا عارفين القصه. فبص انت هتجيبها يمين هتجيبها شمال، اللحظه دي بجد لحظه تاريخيه ومحدش يقدر ينكرها، ويكفي جدا ان هو اعتزل قدام الاندرتيكر اللي بالنسبه لي اصلا هو اعظم مصارع في التاريخ، اعظم ماتش اعتزال في تاريخ المصارعه من وجهه نظري انا، واعتقد برضه من وجهه نظر ناس كتير جدا جدا، وعشان كده انا حطيته في المركز الاول، وبدون نقاش يستاهل المركز ده وعن جداره. فبس يا عزيزي المشاهد دول كانوا بالنسبه لي بصراحه اقوى 10 ماتشات اعتزال جت في تاريخ المصارعه كلها. ماتشات الاعتزال بصراحه مش كتير قوي ومش كلها كانت حلوه، وده لان لحظه الاعتزال نادر جدا لما تكون في ماتش والماتش ده يكون اسطوري زي ما قلت لك النهارده. فالقائمه دي من الاخر كده هي قائمه الصفوه، صفوه المصارعين اللي قدموا لنا فعلا تاريخ جامد قوي محدش يقدر ينساه، واضافت المصارعه قيمه وهيبه زياده عن اللي كانت عليه اصلا. واحد دلوقتي داخلين في فتره اعتزالات كتيره جدا، لا جون سينا هيعتزل خلاص، وراندي اورتن هيعتزل، وسي ماك هيعتزل، ورومان رينز هيعتزل، ناس كتيره جدا هتعتزل الفتره الجايه. ويا عالم ممكن نعمل جزء تاني للفيديو ده ونتكلم فيه بقى على كل المصارعين دول لو فعلا اعتزلوا في ماتشات اسطوريه. فانزل بقى تحت كده اكتب لي قائمتك انت بترتيبك انت يا عزيزي المشاهد. لو وصلت بقى كده تشترك في القناه طبعا ممكن تعمل لايك اكيد واعمل لايك اكيد، وبس يا عزيزي المشاهد سلام.